من ضمن الحاجات اللي احنا محتاجين نشتغل عليها هي فكره وجود خطه تسويقيه. الخطه التسويقيه كتير من حضراتكم ممكن ما يعرفش يعملها بنفسه، ولكن ده بسبب ان في ناس بتفخم الموضوع قوي وبتقول ان الموضوع كبير وصعب. لا، هو الموضوع بسيط جدا. انا ببدا اشوف مين هو العميل المستهدف عندي. انا النهارده ببيع بيرفيوم، يعني العميل المستهدف عندي هي سيدات. طب انا ببيع بيرفيوم رجالي، فالعميل المستهدف عندي هم الرجال. طيب انا اللي ببيعه ده من بيرفيوم مثلا سعره وليكن 300 جنيه 500 جنيه ايا كان السعر، فالفئه السعريه بتحدد لي ان محتاج حد كلاس بي، حد كلاس ايه هو اللي هيقدر يشتري البرودكت ده، مش اي حد اقدر ابيعه له. فبالتالي هبقى عندي خطه تسويقيه عارف بيها سعري، ميزتي التنافسيه، دارس المنافسين، عارف انا هقدم البرودكت ده لمين بالظبط وهستهدف ازاي. بعد كده بختار المنصه اللي احنا هنشتغل عليها، وزي ما قلت لحضراتكم من واقع خبرتي في السوق المصري كتير، احنا محتاجين نهتم. رقم واحد هو فيسبوك، رقم اتنين انستجرام. دي المنصتين الاكتر اللي نقدر نعمل عليهم ماركتنج عشان نقدر نبيع البرودكت اللي احنا هنشتغل عليها. بعد كده الفكره ان احنا هنبدا نقرر هل انا هعتمد على نفسي في اني هماركتنج لنفسي، ولا هتعاقد مع شركه ماركتنج هي اللي تمسك لي التسويق للبرودكت اللي انا بقدمه. هنا كل حاجه منهم ليها عيب وليها ميزه. طب ايه عيوب ان انا اشتغل بنفسي؟ عيوبها ان انا هقعد فتره اطول عشان ابدا اتعلم. هاخد كورس سواء كان اونلاين او اوفلاين، هبدا اشوف فيديوز على يوتيوب مثلا عشان اعرف انا ازاي هستهدف وازاي هعرف اوصل للعميل. وبعد كده هبدا اشتغل، هصرف فلوس. الفلوس دي هيحصل منها هدر شويه، يعني في فلوس منها هتضيع مقابل ان انا بتعلم لحد ما اوصل للنتيجه اللي انا محتاجها، وبالتالي هبدا خلاص هستمر على نفس الحاجات اللي انا عملتها فمش هغيرها، فانا كده نجحت وعرفت اوصل للعميل. طب لو انا اتعاملت مع شركه ماركتنج ده هيكلفني اكتر؟ هو في الحقيقه هيكلف حضرتك فلوس اكتر، ولكن هيوفر عليك وقت ومجهود. كل جنيه بتدفعه هتاخد قدامه مبيعات، فبالتالي هيحصل مكسب، فبالتالي انت مش هتحتاج وقت طويل عشان لسه هتتعلم وهتهدر فلوس وكل الحاجات دي.